السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أغرب القبائل المنعزلة حول العالم. منها قبائل ما تقدرش تقرب منها، ولو قربت تلاقي سهم رشق فيك بدون إنذار، أو ممكن تبقى أنت نفسك وجبة الغدا عندهم. القبائل دي عايشة لحد النهاردة زي الإنسان الحجري، ما يعرفوش حاجة عن التكنولوجيا أو الإنترنت. الراديو بالنسبة لهم حاجة عجيبة، وعايشين في عزلة تامة بعيد عن أي اتصال خارجي أو تطور تكنولوجي. بيتجولوا شبه عراه وعايشين على الصيد عشان ياكلوا ويعيشوا. التربية واحترام تقاليد القبيلة شيء أساسي عندهم. القبائل دي من كتر عدوانيتها مع أي شخص غريب بيصعب معرفة الكثير عنهم، وكل المعلومات اللي اتجمعت عنهم عن طريق مقابلتهم مع السكان الأصليين واللقطات الجوية. ومعظم الحكومات بيفضلوا احترام رغبتهم في الانعزال وإعطائهم حرية وحقهم في البقاء بدون إزعاج. قبيلة سنتينلز Oui, oui, c'est ma maison. Okay. Eric, would you like to film here on the porch? بتعيش القبيلة في جزيرة سنتينل الشمالية مقابل السواحل الهندية، وتعتبر من أكتر القبائل عزلة في العالم. عايشين على الصيد باستخدام السهام والأقواس. شكلهم قصيرين بس عدائيين جدا تجاه أي شخص غريب. لو حاولت تقرب من أرضهم هيعتبروك عدو وخطر، وتلاقي سهام ورماح موجهة عليك من غير ما تشوفهم. في مستكشف اسمه ماركو بولو قال عليهم إنهم جيل عنيف ووحشي للغاية، يبدو أنهم يأكلون كل من يقبضون عليه. ده على لسان ماركو، لكن محدش قدر يأكد المعلومة دي لأن محدش شاف حاجة، واللي بيروح هناك لو اتاكل مش هيتكلم طبعا. في عام 2006 كان فيه 2 صيادين بقارب في البحر، والقارب بتاعهم انجرف للشاطئ جهة القبيلة، وللأسف اختفى القارب والصيادين. ومن حسن الحظ كان فيه قارب تاني قريب منهم. شافوا اللي حصل، قالوا إن مجموعة أشخاص بيحملوا فؤوس وشبه عراه هاجموهم واختفوا بعدها. الجهة المختصة أرسلت مروحيات حلقت فوق الجزيرة بيبحثوا عن الصيادين، ولكن حصل اللي مش متوقعينه. اتفاجئوا بسهام وأقواس على الطائرة. تخيل بقى تبقى في طيارة وتلاقي وابل من السهام موجه عليك، وكل اللي شايفه تحتك غابة وأشجار. ودي كانت رسالة صريحة منهم إن محدش يقرب مننا. الكرواي أول مرة العالم عرف شعب الكرواي في سبعينيات القرن الماضي. الشعب ده من أكبر القبائل المنعزلة في العالم، عددهم بيتراوح بين 3 أو 4 آلاف شخص. بيسكنوا الأشجار في غابات جنوب شرق بابوا في غينيا الجديدة، وتعرف عنهم إنهم من آكلي لحوم البشر. لكن هم بيعتقدوا إنهم مش بياكلوا البشر، لا، هم بياكلوا شبح اسمه الخاخاو، بيبقى ساكن جسم الرجل، ولازم ياكلوه عشان يقضوا عليه. الخاخاو في اعتقادهم عبارة عن ساحرات أو أشباح بيسكنوا في جسد الرجال. يعني لو حد تعبان ومش عارفين السبب يبقى سكنوا الخاخاو فبياكلوه. لكن مؤخرا بيقولوا إن أكل لحوم البشر بدأ يقل بسبب الصراع الإبلي والتدخل الخارجي. في وقت ما مستكشف سأل شخص من القبيلة يدعى بواس، قال له كرواي فعلا بياكلوا البشر أو بياكلوا جثث الأعداء اللي بيقتلوهم؟ بواس جاوبه بنظرة ساخرة وقال له احنا مش بناكل البشر، احنا بناكل الخاخاو فقط. بصراحة رد مقنع. في الحقيقة هم حياتهم بسيطة جدا وما يعرفوش إلا قليل عن الأمراض والجراثيم، عشان كده الوفيات عندهم كتير، وقليل جدا اللي بيوصل لمنتصف العمر، وأي وفاة غامضة بتنسب للخاخاو. وفي قبائل تانية اكتشفت في غينيا الجديدة ولكن معرفوش يجمعوا بيانات كافية عنهم.
قبيلة فيلشيروس، قبيلة معزولة ولغتهم وعرقهم مجهولين، بيقولوا عليهم شعب السهام. تخيل لو قربت من أرضهم لو على بعد تتفاجئ بسهام مسمومة من غير ما تحس بيهم أصلا. وعندهم مهارة كبيرة في استخدام السهام والأقواس. بيسكنوا في منطقة وادي جفاري في البرازيل. في صحفي اسمه سكوت والاس سافر للأراضي البرازيلية عاوز يتأكد من الصحة والسلامة العامة للقبيلة عشان يقدر يحميهم خلال الرحلة الاستكشافية من أي عدوى أو فيروس. ولكن اضطر فريق والاس للبعد مسافة آمنة بينهم وبين شعب السهام احتياطا من نقل أي جراثيم أو عدوى لسكان القبيلة لضعف مناعتهم ضد أي مرض بسيط وخوفا من تعرضهم هم نفسهم للخطر. نروح لقبيلة ماشكو بيرو، شعب من البدو عايش في غابات الأمازون. عندهم نظام غريب في بناء مسكنهم. تخيل تبقى ساكن في بيت مبني من الخشب فوق شجر على ارتفاع عدة أمتار. هو ده نظامهم. بيعتقدوا انهم كده بيحموا نفسهم من الاشباح والارواح الشريرة لانها بتمشي على الارض. عددهم حوالي 800 فرد ومعظمهم بيعتمد على صيد السلاحف وجمع بيضها كمصدر دخل. وبيصنعوا الكحول عن طريق تخمير الفاكهة في قرونها. عندهم فن صناعة الرماح من أشجار الخزران. القبيلة دي موجودة بالقرب من الحدود البرازيلية. اللي نعرفه عنهم مش كتير، لكن هم يعرفوا عننا معلومات أكتر من تواصلهم مع سكان أصليين مجاورين لهم. ومن قلة الموارد عندهم قال إنهم عرضوا على شعوب مجاورة نساء وأطفال مقابل أدوات وطعام وملابس. وبيظهروا كتير بالقرب من البحيرات والمجاري المائية الرئيسية غالبا بحثا عن أي منفعة صيد أو طعام. وده بيعمل قلق للموجودين في المكان لأن معروف عنهم الهجوم والقتل لأي حد يقربوا منه. شعب الآوى، شعب مش كبير حوالي 100 شخص من أكتر الشعوب الأصلية. عايشين حياة بدوية في غابات الأمازون بين البرازيل وبيرو. ويعتبر من أكتر السكان المعرضين للخطر بسبب تهديدات خارجية بإزالة الغابات لأن هي كل حياتهم. ومعتمدين على معرفتهم بالغابة والموارد الطبيعية والصيد بالرماح اللي طولها 2 متر. قبيلة موكسيها تيتيما هي اسمها كده. القبيلة دي اختارت العزلة حتى عن القبائل المجاورة ليها على محمية يانو مامي تعيش على الحدود البرازيلية الفنزويلية. عددهم حوالي 100 شخص عايشين في محمية يانو مامي. والقبيلة دي معرضة لتهديد خارجي خطير من عمال ذهب غير شرعيين بيقوموا بعمليات بتسبب دمار للنظام البيئي للمحمية. وكان اتصال العمال بالقبائل في السابق دمويا في معظم الأحيان. كواهيفا، شعب أجسامهم صغيرة ويطلق عليهم من القبائل المجاورة الشعب القصير أو شعب الشعر الأحمر. بيعيش أفراد القبيلة في غابات الأمازون بالبرازيل زيهم زي معظم القبائل. عايشين على الصيد وجمع الثمار وبيصنعوا سلالم معقدة لجمع العسل من على الأشجار. ولكن المعلومات عنهم مش كافية بسبب تعاملهم الغير سلمي مع أي حد غريب. وعدد أفرادها لا يتجاوز 30 فرد. وصلنا لشعب سورما، قبيلة أثيوبية منعزلة عن العالم من سنوات. وعندهم عادة غريبة، النساء بيقوموا بشق شفاههم السفلية. تخيلي تبقي ماشية ومعلقة طبق حديد في الشفاه السفلية وكل ما يكبر الطبق أو السدادة يبقى علامة من علامات الجمال. بيعيشوا في مجموعات تضم مئات الأفراد. تربية الماشية تعتبر شغلهم وبيفضلوا يعيشوا مع نفسهم بعيد عن أي صراعات من العالم الخارجي. وبيرفضوا التعامل مع أي حكومة.
في ثمانينات القرن الماضي كان أول اتصال بهم من خارج القبيلة أطباء روس قاموا بزيارتهم. المضحك بقى إن شعب القبيلة افتكروهم أموات أحياء بسبب بشرتهم الفاتحة. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قول لي وجهة نظرك في التعليقات. هل نحاول دمج الشعوب دي في الحضارة والمجتمع الحديث، ولا نسيبهم يعيشوا بكيفهم وهم يقرروا امتى يفتحوا بابهم على العالم؟ لو وصلت معايا لحد هنا يبقى أكيد عملت لايك واشتراك، واشوفك في موضوع أجمد الحلقة الجاية. سلام.